السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حبايبي، عملنا النهاردة أحلى صينية كنافة بالقشطة طالعة تحفة. الجاهزة متجيش جنبها حاجة خالص، ريحتها تدوخ. عايزين تعرفوا عملناها ازاي؟ ايه هي مقاديرها وطريقة تحضيرها؟ تعالوا معايا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى كنافة بالقشطة أو كنافة بالكريمة. هنعملها بأسهل طريقة وهتطلع ايه؟ خطيرة. طيب هنبتدي بقى نشوف مقاديرنا عبارة عن ايه. عندنا نص كيلو كنافة، ممكن ما ناخدهوش كله، تكون متقطعة بالشكل ده. تمام حبايبي؟ مش هنعمل فيها حاجة خالص. الأول هنحضر الكريمة مع بعض. عندنا حبايبي نص كيلو لبن، بيكون ايه؟ دسمه عالي شوية، وهننزل عليه بمعلقتين نشا. تمام. وهننزل عليه باكو كريم شانتيه، وهننزل عليه ورقة فانيليا. معلش، عادي عادي. وهنقلب المكونات دي كلها مع بعض. نقلب بقى ايه بالمضرب. تمام. مش هنحط سكر، الكريم شانتيه اصلا فيه سكر، احنا عايزينها تدي طعم الكريمه، ما تكونش مسكره قوي. يلا بينا بقى على البوتاجاز على نار هاديه كده، وهنبتدي ايه؟ نقلب الكريمه بتاعتنا. دلوقتي حبايبي الكريمه بتاعتنا خلصت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا قوامها اهي. انا زودتها معلقه نشا كمان لان لقيت الكريمه بتاعتي خفيفه، فزودتها معلقه نشا كمان. كده خلصنا الكريمه. نشوف بقى هنعمل الكنافه بتاعتنا ازاي. هنحضر حبايبي صينيه مقاس 30، وهننزل بالكنافه بتاعتنا بالشكل ده. هنوزعها ايه في الصينيه بالشكل ده، من غير بقى ما نحط عليها سمنة ونغلفها بالسمنة والكلام ده. احنا هنعملها بأسهل طريقة. نعمل بس الطبقة ايه اللي هي بتبقى تحت. نشوف الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه. بس نساوي الكنافة كويس جدا، نخليها ايه؟ مش حتة تخينة وحتة رفيعة، لا، هنخليها كلها ايه؟ سمك واحد. نكون بقى محضرين كوباية سمنة كده ايه؟ سايحة، يا دوبك هنرشرش الكنافة. تمام، بس كده. دلوقتي حبايبي هنضيف بقى ايه؟ الكريمة على الكنافة. بصوا، مش هنخلي الكريمة تبقى واصلة للآخر، لا، هنخليها ايه؟ بعيد عن الحافة دي شوية. بسم الله. بصوا قوام الكريمة عامل ازاي؟ ما شاء الله، مظبوط 10/10. طلع تحفة. دلوقتي حطينا الكريمة وسويناها، مخلناش ايه للآخر عشان ما تتحرقش او تتلسع مننا. فاحنا ايه؟ ما بنكملش الكريمة لآخر الصينية. نبتدي نحط الطبقة اللي فوق الوش. بسم الله. هنوزعها برضو ايه؟
زي التانية وبالراحة كده خالص. وبتبقى الصينية بتاعتنا متساوية جدا. لو حطيتي السمنة على الكنافة قبل ما تحطيها في الصينية ما بتوزعيش الكنافة بطريقة ايه متساوية. اعملها كده ايه بالراحة كده، بصوا تلزق على طول في الكريم. كده حبايبي وزعنا الكنافة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. ما تضغطيش عليها جامد علشان خاطر الكريمة ما تخرجش ايه للحرف، بس هنسويها بايدينا كده بطراطيف ايدينا كده. تمام. بس كده نبتدي برضو نحط عليها رشرشها كده بالسمنة. بسم الله. هنيجي بقى ايه من الحروف كده وهنبتدي نعمل كده. سهلة جدا. كده حبايبي خلصنا، حطينا السمنة فوق الوش، رشرشنا بس كده. بس أهم شيء الجوانب داير ما يدور نحط عليها ايه السمنة. تمام. حطينا السمنة فوق الوش كده، ضغطة خفيفة كده بإيدينا خفيفة. ما تتقليش ايدك على الكنافة علشان الكريمة ما تجيش عند الحروف. هندخلها بقى فرن البوتاجاز على درجة حرارة 180، وبعدين هنشوف الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه. وكده حبايبي صينية الكنافة بتاعتنا خلصت. احلى كنافة بالقشطة. هنبتدي بقى نسقيها الشربات بتاعها. الشربات بتاعها انا ببقى عاملاه وشايلاه في التلاجة عندي. انا عملته معاكم قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه. لازم يكون الشربات بتاع الكنافة او الجلاش او القطايف، في حاجات معينة كده الشربات بتاعها لازم يكون تقيل. فالشربات بتاع الكنافة لازم يكون تقيل مش خفيف، وتكون الكنافة سخنة والشربات بارد. تمام حبايبي. هنسقيها بقى بالشربات مع بعض. بسم الله. انا ببقى ايه عاملاه وشايلاه في برطمانات بالشكل ده كده. بسم الله. بصوا تقيل ازاي. ريحتها بقى ايه تدوخ حقيقي. بس كده. نيجي بقى نميلها كده ايه شوية كده من كل الاتجاهات عشان الشربات يتغلغل. هنسيبها بقى تبرد 10 دقايق كده عشان نعرف نقطعها، علشان خاطر ما تتفتفتش مننا واحنا بنقطعها. تمام حبايبي. هنغطيها علشان خاطر وشها ما ينشفش. ايه رأيكم حبايبي؟ ايه رأيكم في الجمال ده؟ احلى صينية كنافة بالكريمة او احلى صينية كنافة بالقشطة، طالعة تحفة. طبعا كلكم هتقولوا شكلها اتغير، لا انا قلبتها على صينية تانية ورجعت ايه رديتها في الصينية بتاعتها تاني علشان تاكلي صينية كنافة يكون طعمها حلو وشكلها حلو. بعد ما تعمليها تسقيها الشربات اقلبيها على الناحية التانية، بتكون متساوية زي ما انتوا شايفين كده، وبيكون شكلها احلى من الوش بتاع الكنافة. تمام حبايبي. احنا قطعناها زي ما شفتوا كده، وهنبتدي بقى ايه ندوق ونشوف الجمال كله. بصوا حبايبي، بصوا الجمال.
ما شاء الله، طالعة تحفة حقيقي، خطيرة. بصوا الجمال، بصوا قلب الكنافة من جوه عامل ازاي، طالع حكاية. الجاهزة فعلا ما تجيش جنبها اي حاجة. بصوا شكلها تحفة. نجرب بقى وندوق. هنسمي الله كده. بصوا خطيرة، فعلا خطيرة. لازم تجربوها بالطريقة دي، هتعجبكم جدا. طالعة تحفة تحفة تحفة، فعلا طعمها يدوخ، طالعة حكاية. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم. وما تنسونيش في الدعاء، لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني بالاشتراك فيها عشان يوصل له كل جديد. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.